السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا جوه مصر، حبايبنا بره مصر، حبايبنا جوه القناة، حبايبنا بره القناة، إن أحبكم في الله. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا يا جماعة، المهم الفيديو هنتكلم عليه النهاردة ده فيديو مهم جدا جدا، وبيتخم فيه ناس كتير قوي قوي في مواصفات الحمام الزاجل. النهاردة هنتكلم عن مواصفات الحمام الزاجل. طبعا يا حبايبنا، زي ما انتم شايفين معانا جص زاجل. الذكر أبيض، في كتافه وفي وشه لطش سودا، والأم بلاك، زي البلاك صافي، ما فيهاش ريشة مختلفة عن الجسم. تحتهم زغلول. الزغلول طبعا طالع شبه أمه، شبه النتاية. زي البلاك صافي، حاجة ما شاء الله. على فكرة يا جماعة، الجص ده مستواه محترم جدا جدا جدا، حتى عندي في النش. بس أنا دلوقتي ما عدتش بنشه عشان خاطر يجيب لي زغلولين محترمين، زغلولين كويسين أوريهم لحضراتكم. طبعا يا جماعة، في ناس كتير بتتخم في التلطيش اللي هو في كتاف او في صدر او في الرقبة او في الديل او في الجناح. في اي حاجة يا جماعة بيتخموا في الحوار ده. طبعا تيجي تنزل بجص زاجل زي اللي ملطش ده السوق، يقول لك لا يا عم، ده جص الزاجل ده ملطش، لا ده ما ينفعش، ده ما يعملش 30 20 30 جنيه. طب اثبت لي يا عم ازاي ما يعملش 20 30 جنيه بناء على انت بتتكلم. اولا يا جماعة، الحمام الزاجل اي نوع حمام زاجل، اذا كان بقى جزازي او بلاك او سبربيري او زي ما انتم شايفين كده اللي ملطش. طبعا يا جماعه، الحمام الزاجل ما بيتميزش بريشه. الحمام الزاجل يا جماعه بيتميز بدماغه. فرد الحمام الزاجل بيبقى فرد بدماغ، دماغه عاليه، فرد متكلف، فرد لو سيبته يجيب لك ساعات متعدده في الطيران. طبعا يا جماعه، تلوين الريش او تلطيش الريش ده حاجه ما تعبوش، دي كلمه احنا بنقولها بينا وبين بعض. فنصيحة يا جماعة، انت لو عندك فرد حمام نفس الكلام كده، ونزلت بيه سوق او بعته لواحد انت تعرفه او واحد معرفة او الكلام ده، وقال لك لا ده ملطش، ده ما يعملش، ده ما يخليش، ده ما يسويش، لا ما تبيعش فرد الحمام، ما تبيعهوش. والله العظيم ما تبيعه، كلام هتحاسب عليه. ما تبيعش فرد الحمام اللي ملطش. فرد الحمام الزاجل يا جماعة مش باللون، فرد الحمام الزاجل بدماغه وبجناحه وبعصبه وبصحته الكويسة. اللي قدامكم ده يا جماعة حاجة ما شاء الله. طبعا أنا كنت في فترة كده كنت عرضه للبيع، واحد قال لي 50 جنيه، واحد قال لي 60، واحد قال لي 25، واحد قال لي يا عم ده فرد حمام بلدي. طبعا أنا رفضت بيعه نهائي، لأن ده بيطلع لي زغلول حلوين ما شاء الله، عياله طايرين وحاجة ما شاء الله تبارك الله يعني. وطبعا النتاية دي نفس الكلام، بتطلع توب كويس، وهو بيطلع نفس الكلام توب كويس، وطلع حمام عندي دماغه عالية، حمام زاجل دماغه عالية. فنصيحة يا جماعة، طبعا يا جماعة عشان بس محدش يقول أنا بكدب عليكم، أنا كنت داخل على جروب، على جروب هواية ملوك الحمام البلاك، الزاجل البلاك، ممكن يكون حد فيكم عليها. أنا كنت منزل صورة الفرد ده عليه، والله رد عليا واحد كويتي، كويتي، أنا مش فاكر اللي عندهم في بلدهم دولار او حاجه زي كده، مش عارف، ممكن انتوا تكونوا عارفين اكتر مني، مش متذكر والله التعليق بتاعه. كتب لي حاجه زي 50 دولار. يعني ده لو تعرف تتواصل معايا ادي لك فيه 50 دولار. فهي مش هتفرق في السعر طبعا يا جماعه نهائي، 100 من 200 من 300 من 400 من 50 من 60. بس انت ما تاخدش مني الحاجه طبعا باستغلال، ما تستغلنيش وتقول لي لا ده ب 20 جنيه ده ملطش. طبعا يا جماعه، الحام الزاجل ما بيتعيبش بتوبه، الحام الزاجل بدماغه. يعني اي فرد حام زاجل عندك ملطش في كتافه، ملطش في دماغه، ملطش في ديله، ملطش في جناحه، ملطش في صدره، ده ما يعيبكش نهائي، ده ما فيهوش اي عيوب. طبعا خلافا عن الحمام الغزار، الحمام الغزار لو في تلطيش في الريش، في الجناح بقى او في الراس او في البطن او في الديل او في الكتاف والكلام ده، طبعا ده يعيبه، لان فرد الحمام، تمام يا جماعه. فالحمام الغزار فعلا لما
بيكون في تلطيش في الريش، فعلا التلطيش ده بيعيبه، اذا كان بقى احمر وزار، خضر، اذا كان مساويد، اي نوع حمام غزار يا جماعه لو في اي تلطيش بيعيبه. انما الحمام الزاجل مفيش اي تلطيش في الجسم يعيبه، اذا كان زاجل ابيض صافي، اذا كان زاجل بلاك صافي اسود، اذا كان جزازي صافي، اذا كان سبربري صافي، اي نوع حمام زاجل خلقه ربنا ما يتعيبش. لان الحمام الزاجل ربنا مفضله بعجل، بصحة كويسة، عدسات كويسة في العين، حجم ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين، ما يتعيبش نهائي. الحمام الزاجل يا جماعة مواصفاته كويسة جدا وما تتعيبش، ملطش بقى مش ملطش ما يتعيبش. طبعا انا عايز الناس اللي بتتابع الفيديو او بتشاهد الفيديو، الناس دي يا رب يكونوا اقتنعوا باللي انا بقوله. لو عندك حمام زاجل ملطش ما يعيبهوش وما تبيعهوش، لو ما حدش عايز ياخده منك، لو هيستغلك ما تبيعهوش ليه. يعني البني ادم اللي قدامك ده لو هيستغلك في فرد الحمام الملطش ما تبيعهوش. تمام يا جماعه؟ الفيديو اللي انا منزله ده يا جماعه، الناس اللي بتسابق بالحمام ده، يعني لو عملت سكرين على الشاشه وقربت هتلاقي فيه حمام كتير قوي، وممكن يبان لك ان هو ملطش. الحمام الزاجل يا جماعه ما يعيبوش حاجه نهائي، دماغه متكلفه، عقله كويس، صحته كويسه، في الطيران كويس، وشهاده لله قدام ربنا انا بطير الحمام الملطش عندي حاجه ما شاء الله. ولو عندك نفس الكلام وما انتش مصدقني، حاول تطير الحمام اللي عندك اللي ملطش، خليه يطير وهتشوفه بيطير ازاي. ويا رب الفيديو ده لو عجبك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس اللي مش واصلهم المعلومه. تمام يا جماعه؟ وعشان الناس كلها تستفاد. واكتب لي في التعليق انت عندك حمام زاجل ملطش وفي الطيران كويس ولا لا، واكتب لي اذا كان حد كان عايز يستغلك قبل كده. ويا رب الفيديو ده يا جماعه لو عجبكم اشتركوا في القناه زي ما قلت لكم، وما تخليش حد يضحك عليك ولا حد يستغلك، عشان خاطر احنا بقينا في زمن يعني مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، كل الناس بتتفطس في كل الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.